السلام عليكم يا معشر الكويريه والكويريات. وبالمناسبه ديال الكلاسيكو بغينا نبداو اول حلقه من هذا الكونسيبت مع خالي. نقدروا نقولوا من اهم الماتشات في العام كامل، النسخه ديال برشلونه مع فليك ضد ريال مدريد، انشيلوتي واللاعبين اللي كتعرفوا فينيسيوس، رودريغو، واهم حاجه برايم دياز غادي يقدر يكون اساسي في هذا الماتش. ولكن قبل ما نبداو هذه الحلقه بغيتكم ديروا لايك لهذا الفيديو وتتبعوا معنا الفيديو كامل، حيت كاين واحد حاجه مهمه في الاخر. اخر كلاسيكو اللي جمع بين البارسا والريال، البارسا النسخه ديال كزافي خسرات 3-2 مع ريال مدريد. البارسا خسرات، ومع العلم ان البارسا العام اللي فات وهذا العام كانوا عندها تقريبا نفس اللعابه، كانوا واحد التغييرات بسيطه في شي لعابه خصوصا في خط الوسط وفي الدفاع. النسخه ديال البارسا هذا العام مع فليك واحد النسخه اللي مجنونه، ما يمكنش خصوصا في البدايه فاش جا فليك البارسا وشفنا ان البارسا ما دارتش شي صفقات اللي مهمه مع لعابه اللي كبار على عكس ريال مدريد. ولكن النتائج اللي حققت البارسا مؤخرا كتبين لك ان المدرب خدم واحد الخدمه كبيره وما كانش كيتفلى. فتخيل معايا رافينيا العام اللي فات نقدروا نقولوا انه كان هندي، وهذا العام ولا برازيلي اكثر من فينيسيوس. وحتى اللعابه ديال لاماسيا، اللعابه اللي مازالين صغار في اللاج ما عندهمش شي خبره كبيره، فخلاهم يكونوا في واحد المستوى خرافي. فمثلا كاسادو، برشلونه العام اللي فات كانت كتحلم تعاقد مع كيميتش، ولكن فليك شد لاعب كاسادو وردو حسن كيميتش بافضل. وبلا ما نهضر على لامين يامال وفيرمين لوبيز وكوبارسي. اما اللاعب اللي ما فهمت فيه والو هو بيدري، كيفاش ان اللاعب في لحظه يتحول لانيستا، واش كيشارجي شي 50 درهم ديال انيستا ويدخل يلعب اولا شنو واقع الله اعلم. انا كتبان لي كاينه تقبه وحده في البارس، هاد التقبه هي ليواندوسكي. صراحه مهاجم نقدر نقول عليه تسعود، ولكن تسعود ديال الليل. وكنتمنى العام الجاي البارسا ولا تعاقدات مع هالاند هاوجيكم، اولا يدبر على شي ايت هالاند من لاماسيا. اما فيما يخص ريال مدريد، فريال مدريد كيبقى فريق متكامل، لا من ناحيه ديال اللعابه ولا من ناحيه ديال المدرب ولا حتى من ناحيه ديال المكتب ديال الفرقه. ولكن واخا هادشي كامل الفرقه مازال عندها شويه ديال المشاكل، خصوصا فاش جا مبابي. فمن ابسط المشاكل اللي كاينه في الفرقه حاليا كتحس بان اللعابه كاين بيناتهم شويه ديال النار شرار، ما مفاهمينش مزيان في التيران وحتى في الفيستيان. مبابي اللي كان احسن صفقه واللي انا شخصيا كنت كنتسنى نشوف مبابي يلعب مع ريال مدريد، في الاخر لعب بزاف ديال الماتشات في الاول وكاملين ماركا فيهم غير بيلانتيات. والمشكل الثاني اللي اللعابه كاملين كيتجمعوا في اليسر، فينيسيوس ومبابي ورودريغو وكامافينغا كلشي مجموع في اليسر، فهذه مشكله بالنسبه لريال مدريد. اهم حاجه في هادشي كامل واللي خلاتني فرحان هي ان غادي نشوفوا ولدنا براهيم دياز غادي يشارك في هذه المباراه، كنتمنى يكون داخل اساسي. واخر مشكل عند ريال مدريد اللي هو بيلينغهام، الصفقه اللي كانت واعره وكانت بارزه واللي مرشح باش يدي الكره الذهبيه فجاه غبره وحده. العام اللي فات الاحتفاليه ديالو كانت مده وهي كتبان في كل ماتش كيحتفل بها مره ولا جوج، ولكن هذا العام احتفاليه غبرات. فين هي الاحتفاليه؟ انا بغيت داك الاحتفاليه ديالها، فين هي اخوتي؟ بيلينغهام ما كايناش. نجمه استسالات. نقدروا نقولوا بلي هادو هما ابرز المشاكل اللي كاينه في ريال مدريد. من غير هادشي كيبقى فريق متكامل ونقاط القوه ديالو اللي ما كتسالاش. دابا غادي نتوقعوا الخطه اللي غادي يلعبوا بها البارسا والريال مع بعضياتهم، هذا توقع كيبقى ديالنا، وحتى نتوما خليونا التوقعات ديالكم في التعليقات. بالنسبه لريال مدريد فانا كنتوقع غادي يلعب ب 4-3-3. حراسه المرمى غادي يكون تيبو كورتوا، الدفاع غادي يكون ميندي، روديغر، ميليتاو وفاسكيز. خط الوسط غادي يدير بيلينغهام، كامافينغا، فالفيردي. في خط الهجوم غادي يكون فينيسيوس، مبابي اللي غادي يكون راس الحربه. وفي التغييرات اللي مرتقب ان المدرب يديرهم برايم دياز بلاص رودريغو ومودريتش بلاص كامافينغا. ودابا غادي ندوزو عند البارسا مع فليك، فغالبا المدرب غادي يلعب ب 4-2-3-1. كنتوقع غادي يقدر يشارك تشيزني كاول ماتش ديالو مع البارسا في حراسه المرمى، بالدي، مارتينيز، كوبارسي، كوندي. هذا الخط الدفاع اللي كيبان لي مستحيل المدرب يبدلو ولا ما يبداش به الماتش غير الا كانت عنده شي اصابه. في وسط الميدان كاين كاسادو، بيدري. في الهجوم راس الحربه اللي هو ليواندوسكي، غادي يكون رافينيا وغادي يكون فيرمين لوبيز ويامال. وفي التغييرات المحتمله نقدروا نشوفوا غافي ونشوفوا داني اولمو بهاد التشكيلات وبهاد اللعيبيه وبهاد التخطيط. فصعيب صعيب 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 بزاف انك تتوقع النتيجه ديال هاد المباراه. النتيجه ديال الكلاسيكو كتبقى مجهوله وكتبقى شي حاجه اللي محمسه عباد الله، وحنا متحمسين وباغيين نعرفوا اخويا النتيجه ديال هاد الكلاسيكو. ولكن بيني وبينكم انا حاسس بلي البارسا تقدر تربح. المهم ديروا راسكم ما سمعتونيش وعطوني التوقعات ديالكم، انا بغيت نعرف شنو هو التوقع ديالكم، شنو بان لكم في هذا الشيء هذا، واللي عنده شي حاجه يقولها لنا. ما تخبيو لينا والو الاصدقاء، وما تنساوش ديروا جيم للفيديو ودوزوا عندي التواشا الاخرين وتهلاو لي فراسكم.